لافينا أو دلوقتي ممكن نقول مساء الخير. هنكمل الحدوتة ونشرح إنه كان بيشطر جذوع النخل بالطول لقسمين ويرصها، ده بحيث تكون السطوح المستديرة لأسفل كالشكل اللي اتقلد في صالة الاحتفالات في مجموعة معبد زوسر في سقارة. استخدم المصري أعمدة من الخشب لحمل السقوف، ولدينا من بعض هذه المناظر اللي بتبين الجزء الأعلى منها اتزخرف بالزهور أو شكلت تيجان أعمدته على شكل زهور البردي واللوتس. وفي أحيان متعددة كانت الأعمدة دي بتظهر وكأنها حزمة من سيقان البردة، وبشكل بيدل على براعة النجارين في تهيئتها وصقلها وتلوينها وزخرفتها. إلى جانب هذا كانت الأبواب غالبا ما بتصنع من الخشب، إما بضلفة واحدة أو من ضلفتين، وبتثبت الضلفة أو الضلفتان في عقبين من أعلى ومن أسفل، وبيدور فيهما البروز واللي بينتهي به الباب، وبيستعمل مسلاج من الخشب أو البرونز لقفله. كانت الأبواب بتلون بألوان زاهية أو بطبقة من الجبس اللي بتساعد على إخفاء العيوب الموجودة في بعض أنواع الخشب المحلي، ولإكساب هذه الأبواب قوة وصلابة كانت بتسند الألواح الأمامية بعوارض خشبية من الخلف، وبتستعمل في ذلك مسامير من الخشب نادرا من المعدن، وده لتثبيتهما معا. أما النوافذ كانت بتصنع من الخشب أيضا، وليس هناك مثال كامل لمثل هذه النوافذ إلا ما حفظته لنا رسوم المنازل. هنبدأ بقى في أول تعليق جالنا. واحد كاتب بيقول لي الكتب المقدسة ليست سوى ورق، الأرض المقدسة ليست سوى تراب، والمقدس الوحيد هو العقل. وده مظبوط. أمد الصانع المصري المنازل المصرية القديمة بكثير من عناصر خشبية أخرى، زي أكشاك ملونة مزينة بتشيد على السطح أو في حديقة المنزل، بل إن بعض الغرف دي كانت بتبنى جميعا من الخشب، وده لبعض الأغراض المعينة. وبجانب الدور اللي لعبه الخشب في أعمال البناء، كان تأسيس المنازل بيحتاج إلى كثير من جهد النجارين، واللي أمدوا المنازل المصرية بقطع فنية رائعة. لعل أهم القطع دي هي الأسرة اللي كانت بتصنع قوائمها وإطارتها من الخشب. أما الجزء الأوسط منها فده بيتضفر من الحبال. غالبا ما كانت قوائم الأسرة تصنع على شكل أرجل الحيوانات،
ولعل من الطريف ان احنا نذكر ان المصري كان يتميز عن غيره من شعوب العالم بتفضيله النوم على الأسرة، ذلك حيث ذكر لينا سنوحي انه بعد ما رحل لآسيا عاش فيها فترة طويلة سينسى لما يصل إلى مصر النوم على الأرض ويريح جسده على سرير. أبدع النجارون في صنع آثاث الملوك والنبلاء من الأسرة نظرة واحدة للكنوز اللي عثر عليها في مقبرة الملك العظيم توت عنخ آمون تكشف لينا عن البراعة اللي أبداها هؤلاء في قطع الأجزاء أو نقشها أو تكوينها. وعلى الأسرة ديا كانت بتوضع الحشايا ومساند الرأس، وتعددت أشكال هذه المساند من النوع البسيط من الخشب المكون من قطعتين إلى النوع المزخرف والمكون من قاعدة، ثم الجزء الأوسط، وأخيرا الجزء المستدير الأعلى. صديق لينا بعت لنا تعليق بيقول لنا الإسلام دين يسر ولا إكراه في الدين، الإنسان له الحرية التامة في الاختيار بين الإسلام أو الجزية أو القتل. أما المقاعد أبدع النجارون في صنعها على أشكال متنوعة، أحجام مختلفة. هناك مقاعد بدون مساند أو جزء خلفي بنسميه الظهر. هناك المقاعد ذات الذراعين اللي كانت بتنجد تكسى أسطحها بالقماش أو الجلد أو تلون وتنقش. ومن مجموعة الملك توت عنخ آمون هنرى كرسي العرش اللي نقش الجزء الخلفي منه اتلون واتطعم بالأحجار الكريمة المختلفة الأنواع والألوان، في حين مثلت الجوانب على أشكال أسد عن يمين ويسار الملك الجالس. لم ينسى الصانع أنه يهيئ للملك موطئا لقدميه تمثل عليه صور الأعداء اللي هزمهم الملك ويطئهم بقدمه، أو تمثل عليه الأقواس التسعة اللي بترمز للشعوب الأجنبية واللي بينتصر عليها. هناك المقاعد الأخرى اللي بيستعملها عامة الناس في منازلهم، هي البسيطة ذات الظهر البسيط إلى جانب تلك اللي جعل ليها 3 أرجل فقط يستعملها الصناع والخدم. وفي مجموعة توت عنخ آمون هنرى بعض المقاعد اللي بتشبه المقاعد واللي بيستعملها الناس عادة على شاطئ البحر أو في المناطق الخلوية. يغلب على الظن إن بعضا منها كان يطوى. كان هذا